الكل يحبس أنفاسه في هذه اللحظات، والكل ينتظر مصير اللقب في نهائي الكاس. مباراة تعد بالكثير، ونحن أيضا نعدكم بتغطية تليق بهذه القمة. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا، معكم فارس عوض من كابينة التعليق، ونحن هنا من أجل مباراة النهائي المثير. أجواء هنا رائعة جدا حقيقة، نتمنى بأن تكون المباراة على نفس هذا القدر من الإثارة. هذه هي المباريات التي تبقى في الذاكرة، والتي يظهر فيها الأبطال ويحسمها اللاعبون الكبار. مثل هذه المباريات تنتظرها كلاعب وتنتظرها كمشجع. لا يوجد نهائي كل يوم، ولا تشارك في نهائي في كل أسبوع. اليوم الأنظار كلها على المباراة، ونتمنى بأن تكون على قدر التوقعات. أكيد صعب أن تشاهد من الآن ماذا سيحدث في المباراة، لكن طبيعي يكون في توقعات كبيرة على اللاعب وفي رهان كبير من الجماهير عليه. بعد تسجيل ثنائية في المباراة الماضية، طبيعي يكون هناك نية لمواصلة التألق. بلا شك مهمة اليوم ستكون أصعب مع الدفاع. والآن راح نشوف التشكيلة الأساسية للفريق الأول. الفريق هنا يلعب بطريقة 4-3-3 التقليدية، واللي تعتمد على الأجنحة في لقاء اليوم. والآن مع التشكيلة الأساسية للفريق الثاني في لقاء اليوم. الفريق راح يلعب بتشكيلة 4-5-1 الهجومية. آمال كبيرة لمشاهدة مباراة مثيرة مع ضربة البداية. تمريرة الكرة تصل أمام المرمى. الله على هذا الهدف، لم ننتظر كثيرا من أجل افتتاح التسجيل في هذا اللقاء. نشوف الهدف مرة أخرى واللمسة البينية الجميلة. بالتأكيد هنا الموقف أصبح أسهل عندما أصبح الموقف 1 ضد 1. شوف الأفضلية دائما للتسجيل في مثل هذه الكرات، إنهاء بدون مشاكل والكرة تسكن الشباك. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. كي سونغ يون وهنا تأتي صافرة المباراة ونهايتها لتعلن عن حسم البطولة. هذه لحظات الفخر والاعتزاز، لحظات تاريخية بعد كتابة تاريخ جديد. هنا الأفضل رسميا في هذه المسابقة بعد مشوار وجهد وتعب وعرق. يا لها من أجواء في أرضية الملعب، يا لها من لحظات هنا في المدرجات. أي مشاعر، أي فرحة غير عادية، أي إنجاز كبير يستحق كل هذه الاحتفالات وكل هذه الفرحة العارمة. احتفالات تستمر على منصات التتويج، لحظات تنتظرها الجماهير طوال الموسم، تتمنى بأن لا تنتهي، لحظات ستبقى في الذاكرة، أجواء في رفع كأس البطولة، أجواء لمس الميداليات والاحتفال مع كأس البطولة. دائما ما تكون أجواء خاصة جدا. في الملعب الآن بطلات المسابقة
تشاركنا البسمة والفرحة مع الجماهير الحاضرة. مجهود كبير من الكل في هذه المسابقة من البداية للنهاية. الجماهير لعبت دورا كبيرا في هذا الفوز وهذا التتويج. تحية هذه الجماهير واجبة. والآن الفريق يلتقط صورة تاريخية وتذكارية، صورة ستظل في الذاكرة لسنوات، صورة ستتناقلها الأجيال وتتحدث عنها الأسماء والنجوم.